وكذلك الأخوة الآخرين نقول لهم هذا منهج القتل والإرهاب ترى ما نقبله، وراح نلاحقكم خارج الحدود مو بس إلى الحدود، وما نبقي لكم سكة بصراحة. نبقى صح معركة دموية، صح هم فكر منحرف واكو بيها مشكلة اجتماعية عندنا، اكو مشكلة اجتماعية فوق عقوبة بعد، مشكلة عمرها 1400 سنة. هو يستكثر علينا انه بغداد شلون تحولت الى بغداد موسى بن جعفر عليه السلام. هي من قبل بغداد موسى بن جعفر عليه السلام. يعني 70% 3/4 الناس تعرفون هم موالين موسى بن جعفر عليه السلام. شنو نقمعهم؟ نقول لا تعبر عن مشاعرك ما يصير، احترم مشاعر غيرك وانت تحترم مشاعر الاكثرية. فالناس تعبر عن مشاعرها شو تسوي لها؟ وانت شو تقامعهم؟ ما تقبل. انت تقول هي عاصمة هارون الرشيد، انت روح اعلن ما عندي مشكلة، ما منعك. قد يحشون علني هم، علني فكرهم ومنابرهم، انت روح روج الى القضية. انا نعرض معك وروج، انا ما منعك. انا بالعكس محترم حرية فكرك، ومحترم ما يتجاوز عليهم صراحة. احنا ما عندنا صح انظلمنا، بس ما نريد نتجاوز قيد امل عليهم وعلى حقوقهم، حقه ياخذ كامل، بس لا يقتلني ولا يتجاوز على حقوقي ايضا، هاي حقوق الناس ولا غير. يعني هو اذا مليء حقدا ويتصور ما الي حق بالحياة وما الي حق ان اكون في الحكم، هذه مشكلته مو مشكلتي بصراحة. هاي يكون تتغير، وهذا يحتاج توعية. للاسف اكو حاضنة واكو تأييد لهم باتجاهات معينة.